السلام عليكم. رسالة بسيطة بس. زمان أول لما كان يلعب ويام ماجد ومحيسر الجمعان والهريفي، كان في لاعبين يلعبوا عشان شعار النصر، تمام، عشان شعار النصر، وكان عندهم رئيس نادي قوي، تمام. كانت من أول اللاعبين كلها تلعب عشان الشعار. الحين لا، احنا الآن في زمن الاحتراف، تمام، زمن الاحتراف. الآن ايش يبغى لك؟ ما يبغى لك انك تقول يلعب عشان الشعار. ما في لاعب يلعب لك علشان الشعار. اللاعب بعد ما يوقع العقد يمكن ما يلعب معك زي الناس. الآن زمن الاحتراف يحتاج إدارة احترافية، تمام، ورئيس نادي قوي، والإدارة تكون على مبدأ وعلى كلمة واحدة. ليش؟ لأن هذا مشروع، وهذه إدارة، وهذا يعني شغل عمل جبار. مدربين، يعني كم مرة النصر أخطأ في المدربين. لو تلاحظوا الآن ارتيتا الآن مدرب أرسنال ما عنده أسماء عالمية. ساكا، عنده جبريل جوسيس، عنده هذا مارتينيلي، لاعبين شبان صنع منهم نجوم. مدرب بالرغم انه كان يعني مساعد مدرب، بس في احتراف، في صح. المدرب يستمر معك موسم، موسمين، 3 مواسم، يشتغل على الفريق. الآن الدنيا مخبطة، طالع نازل، وإذا خسر الفريق قوة من الدنيا. والمشكلة لما مثلا يزعلوا مثلا جمهور النصر، تقولوا خلاص الجاي أفضل. طيب أنتوا إدارة النصر الحالية 3 سنوات ما قدمت أي حاجة. اللي يبغى يقدم ما يقدم في المواقع، يقدم في الواقع. الواقع يجمعنا، قدم للجمهور. السنة الأولى خليناها لك، خلاص قدم، حاول. ما قدرت السنة الثانية تعوض، تشتغل على أخطاء السنة اللي قبلها عشان تنتج. نفس السيناريو، نفس الخسائر، نفس المعاناة. هذا يدل أن في تخبط إداري. ولاعبين النصر ما هم بهذا لك اللاعبين الذي لاعبين أسماء، بس جودة في الملعب ما في حلول داخل الملعب. فإحنا نتمنى أنه الفريق يتطور. خلاص الموسم هذا ما نترجى منه شيء، شبه محسوم للاتحاد، والله أعلم. ولكن هذا الرسالة اللي حبينا نوصلها: إدارة احترافية، رئيس نادي قوي، إدارة تكون على الكلمة، مجلس إدارة يكون على الكلمة، جمهور النصر ما يقصر في كل مكان. هذا الكلمة اللي حبينا نوصلها في زمان ماجد وفي زمان الصليهم. السلام عليكم.